أذكر أن أحد الشباب كان يدرس في ألمانيا، يقول وطبيعة الناس هناك يعني في أوروبا عموما طبيعتهم أن الإنسان يعني يهتم بذات نفسه ومصلحته الشخصية ولا يهتم بغيره. يعني لا تتوقع أنه بيعزم جاره وربما وضع له طعاما يكلفه مبلغ وقدره هكذا يعني من غير عوض، لا، هم في الغالب لا يعملون إلا لأجل مصالح ومنافع، يسمونه المذهب البراغماتي النفعي عندهم. يقول فكان جاري من أمثال هؤلاء، يعني ليس بيني وبين علاقة إلا ربما التحية في الصباح أو المساء وأنا الذي أبدأه بها. يقول فلما يعني مضت الأيام لاحظت أن الجرائد تجتمع عند بابه دون أن يأخذها، فاستغربت رجل حي أم ميت، فسألت بواب العمارة فقال نعم هذا الجار عنده دورة في خارج البلد وربما استمرت 2 أو 3. قال فخشيت أن هذه الجرائد يعبث بها بعض الصغار فأخذت أجمعها له، وكلما جاءت كل يوم أخذت وجمعتها وجعلتها مرتبة حسب التاريخ. قال فلما جاء بعد 2 أو 3 ووصل أقبلت وأهديته هدية ويعني هنأته بسلامته، ثم دفعت إليه الجرائد، قلت هذه الجرائد التي اجتمعت لك خشيت أنك ربما تكون متابعا لبعض المقالات أو غير ذلك وتفوتك. يقول فقال لي يعني شكرا لك، من طلب منك ذلك؟ قلت والله لا أحد لكن أنا أعملها خدمة لك. فقال طيب يعني كم الأجرة على ذلك التي تريدها؟ هكذا المسألة ريال زائد ريال 1 زائد 1. يسأل يقول كم الأجرة؟ قلت لا أجرة على ذلك لكن أنا أفعلها يعني. قال أوه إذا أنت كنت تقرأها؟ قلت لا أنا مشترك في الجريدة نفسها ما يحتاج أقرأها وانظر إلى جرائدك جديدة. قال طيب إذا ليش أنت تفعل ذلك؟ لماذا تتعب نفسك وكل يوم تأخذها وترتبها في بيتك يعني ببلاش؟ قلت لأن ديننا يأمرنا بذلك. قال وجعلت أشرح له شيئا من ذلك فتأثر الرجل تأثرا شديدا.